عباك بلي العلماء يقولوا كاين يوم القيامة حسرات، يوم القيامة كاين حسرات، وهذا من بين الحسرات تحسر أهل الجنة. كيفاش أهل الجنة يتحسروهم في الجنة؟ يتحسرون على أماكن ومنازل نالها أناس يتحسرون عليها. ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل العافية لا يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض لما يرون من معالي المنازل لأهل الابتلاء في الدنيا. الناس اللي عافاهم ربي ما اعطاهم حتى مرض، ما اعطاهم حتى مشكلة في الدنيا، يوم القيامة راهو في الجنة بصح يتحسر ويقول لي أنه كان غير يردوني للدنيا ويقطعوني بالكلاب باش ندي المنزلة اللي داوها أهل الابتلاء اللي كانوا الفوق. على بالك احنا كي نكونوا في الجنة إن شاء الله ربي يجعل كل هذه الوجوه وجوه المسلمين في الجنة ويعافينا وإياكم من النار. احنا كي نكونوا في الجنة فرحانين وكذا في درجات. شوف درجات الجنة هذيك بين الدرجة والدرجة شحال؟ 500 عام، 500 عام. وربي عز وجل دلنا أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون فيما بينهم يتحادثون ويتقاسمون الحديث. يعني هما 500 عام وانت هنايا 500 عام بينك وبينهم وتتكلموا بيناتكم وتشوفهم تقول عندهم خير كبير اكثر من تاعنا. انت راك في خير، انت الاخر في الجنة يدي 11 مرة الدنيا وانت في خير، ومع ذلك يتحسر. ولهذا احنا باش ما تقيسكش هذه الحسرة انت خدم الفوق. وقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما ترضاش بالعمل الدوني، لازم تكون فوق. وقال لك: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الهمة تاع المؤمن دائما عالية. ولذلك يقول لك: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. انت بالك مفتحش عليك ربي بالصلاة، بالك ماكش تقوم الليل، بالك راك مبتلى ما تقدرش تصوم النهار النافلة، رمضانك تطبع فيه بالسيف. بصح ممكن راك تبلغ درجات أولئك الناس الذين يصومون أيام البيض وأيام عاشوراء وعرفة واثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك. راك تبلغ الدرجة تاعهم وهما قايمين بالليل بحسن خلقك وتربيتك. التربية نتاعك وأخلاقك تبلغ بها درجة العليين يا إخواني الكرام. أنك تكف الأذى وتبلغ الندى للناس، تكف أذاك تكف شرك عن الناس، هذا يخليك تبلغ الدرجات العلى. نذكر شيئا آخر على كل حال، لعل إن شاء الله أنتم راكم تسمعوا أيام هذه ندوة هذه تسمعوا فيها محاضرات إن شاء الله قيمة وأحسن من هذه. أريد ذكر لكم إن شاء الله أسباب تعين الإنسان على محاسن الأخلاق، ولو أني ذكرتها ضمن كلامي. إن شاء الله نزيد يعني عنصر ولا اثنين ونختم إن شاء الله عز وجل في ذكر فضائل مكارم الأخلاق. شوف فضل مكارم الأخلاق هي أنا أذكر المهمة، هي أسلوب يجذب الناس، أسلوب يجذب الناس. أنت نعطيك واحد الكلمة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. راح الرسول صلى الله عليه وسلم وش قال لهم؟ وطلع فوق جبل الصفا باش يعلنها إعلانا الدعوة تاعو في مكة. طلع فوق الصفا جبل الصفا ونادى: يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، ناداهم كامل القبيلة تاعو. جاءوا العائلات الكبار تاعو وقفوا معه. وش قال لهم؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا غائرة عليكم من وراء هذا الجبل أو كنتم مصدقية؟ قال لهم: لو كان نقول لكم بلي كاين واحد الجيش راح يهجم عليكم دوك تأمنوني؟ قالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. شوف الأخلاق وش دارت. قريش الآن حكمهم من لسانهم النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن أنت عندك دعوة، أنت عندك مكانة في بيتك، أنت راك أب قدوة، أنت راك عايش في العائلة وعندك أختك راك تنصحها، أنت راك إنسان ربما تهدي الأب نتاعك بأخلاقك، أنت عندك جار معوج وأنت راك تصلي. عندك مهمة هنا، عندك مهمة كبيرة، عندك هم. وشن هو؟ أنه أول حاجة يدي عليك صورة مليحة، أول على بالنا تغلط ونغلطوا كامل، والعبد اللي كنت تشوفوا فيه يغلط ثاني، هذا كامل نغلطوا. بصح عموما أنت إنسان متخلق، تغلط بصح ما شاء الله عموما أخلاقك طيبة، أخلاقك حميدة. هذا العنصر مهم جدا باش تقدر أنت. شوف في التجارة لازم أخلاق. أنت حاب تخدم من الأوتيلري، حاب تخدم في الفندقة،
في الاستقبال، تخدم لاكي كما يقولوا، تخدم في الطياره مضيف في الطائره، تكون متضارب مع زوجتك تبتسم، ولا لا لا انت راك مضيف في الطائره وراح تضيف الناس في الطائره، ستيوار كما نقولوا احنا، وراك متضارب مع الزوجه، تطلع تشنف يخرجوك من الخدمه، الدرع تبتسم ونقولوا لك اسمع كضربت مع زوجتك، علاك تبتسم معانا؟ الخدمه تفرض هكذا. الاستقبال تاعي تعلمت، درت ستاج هكذا، يا الخبزه تاعي هكذا الضحك. احنا تاني الخبزه تاعنا والحسنات تاعنا وديننا مع ربي سبحانه وتعالى يفرض علينا اننا نبتسم مع الناس واننا نكون اصحاب اخلاق مع الناس. يعني شفت كيفاه الان الدين تاعنا المعامله تاعنا تفرض علينا هذا، فنجذب الناس، لانه هو علاه داروا له هذا الشيء هذا باش يجذب الناس المشتريه يجوا. احنا تاني عندنا زبائن لازم نجيبوهم للمسجد، عندنا ناس لازم ندخلوهم في لا اله الا الله، عندنا كفار لازم نهديوهم، عندنا رساله لازم ناديوها. باش ناديوها نطبقوا نروحوا للخطوه الاولى اللي دارها الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو اثبات المصداقيه. ما تقدرش تروح انت تدعو الناس وانت تاكل اموال الناس، ما تقدرش تقول الناس يا ناس خافوا الله وروحوا تصلوا وانت ترمي القمامه في الطريق، ما تقدرش تروح انت تقول للناس ارواحوا خافوا الله عز وجل وانت انسانك ماشي ليك، تبع في الناس وعورات الناس والنميمه والغيبه، واحد مسلك منك. ما تقدرش تكون انسان داعيه الى الله. وغدوه من غدوه حتى في التجاره ما تقدرش تكون تاجر. اذا الاخلاق الحسنه هي مصدر جذب، يعني عامل جذب لمصدر رزق او فلاح. يعني الان انت حبيت الدنيا لازم لك اخلاق. اقول انا عندي زوج حوانت اروح نشري عند هذاك، والله ما شاء الله معاملته طيبه وسهل، يزيد في الميزان، انسان طيب ساهل، يقول ما عندكش روح من بعد، اخلاقه مليحه، يتكلم كذا. الاخر بالدراهم يشنف عليا، انا شري عند هذا، شري عند هذا. شفت الاخلاق حتى في الدنيا لازم لك اخلاق. كاين احنا شوف العنصر الجزائري كي يقراوا الماركتينغ هذوك واش يقول لك؟ يقول لك العنصر الجزائري يعني الزبون الجزائري يقطع المسافات ليغير مصدر الشراء، يغير لسان اللي يشري عليه، يغير التاجر من اجل المعامله، ويقدر يبدل على جال السعر. يقول لك هذاك يبيع رخيص بصح ماشي متربي، يشنف، نشري عند هذاك غالي ويعرف المعامله مليحه، عنده معامله مليحه، يتبعوا المعامله الناس. هذه في الدنيا يا اخواني الكرام. اما الاخره احنا دعاتنا الله اللين الطيب، اللين. النبي عليه الصلاه والسلام عبوكش قال لنا كلمه مليحه، قال لنا، وهذه من فضائل مكارم الاخلاق، قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لنا كاين واحد الناس ربي والله ما يدخلهم للنار، ان شاء الله نكونوا منهم. عباكم شكون هو؟ شكون؟ هذه عباده، هذه وحدها ديرها في عينك، هكذا ومشي بها. كل هين قريب سهل، قال ان الله حرم على النار كل قريب هين لين سهل. سهل. رانا في جماعه حواسين قال نروحوا نسكنوا في هذاك الفندق ولا في هذاك الفندق، الاخر يقول له هذا معليش واش رايك يا فلان؟ والله غير اللي شفتوه الجماعه اللي معكم. سهل. فلان توصلنا بك حبينا نقصدوا قول ماش مشكله، ما كاينش هذا مكان يلا مش مشكله. سهل. زوجته كي تحب تتكلم معاه في موضوع ما ديرلوش ألف حساب، تقول لك سهل دوك يقول جي نقولوا له ان شاء الله ويسمع الكلام. وليده حاب يخطب ما يقولكش انا ما قدرتش نتكلم معاه. سهل. قول وليدي واش كاين حبيت وراه مشكل، وليدي وراه مشكل، يلا بسم الله نتوكلوا على الله ونشوفوا ندرسوا الموضوع وراه مشكل. سما فلان حب نسلف من عنده دراهم صعيب وعباك دوك، علاش مصعب على روحك؟ على دير بروتوكولات؟ علاه ماكش مخلي الناس يوصلوا عندك؟ خلي الناس يوصلوا عندك، كون قريب لين هين سهل، يحرم على ربي على وجهك النار. شوف مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس كلمة جميلة، قال ما لمست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كي يخمس معك النبي عليه الصلاة والسلام ما يضركش، تحس الحنانة في يده. وكان كي يخمس يخليك حتى انت تطلق باش يطلق هو. يعني شوف اللين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا واحد الكلمة وإحنا ما نفهموهاش، لأنه كاين واحد الأحاديث أنا نقول له إذا صح التعبير، كاين واحد الأحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام العلماء يقولوا فيهم بعد، أنا نقول فيهم واحد الشرات، اللي يفهمهم راح يروح للبعيد. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة واش قال لنا؟ كي يقول الإمام استووا تراصوا كذا، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كاينه لفظة خرجها الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. واش قال؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول للناس استووا في الصفوف، يقول واعلموا أن
أفضلكم أو أرفعكم عند الله منزلة ألينكم منكبا. اللي ما يضرش هذا وحنين. شوف ألينكم منكبا، هذا هو المنكب، هذا اللي تشدوا. هذا كي دير انت مع خوك هكذا، كاين اللي يضرك، كاين اللي يوجعك، كاين اللي تسمى تقول يا ودي وقتاش يكمل الامام راني نتعذب عذاب شديد. شعره تقول له راه من المجاهدين، تسمى يعذب فيك فاهم. شعره تدور ليه تقول له خلاص على بالي وراه من المجاهدين، على بالي وراه تبيع، سمى يعذب فيك. وكاين الناس لين هكذا، يشوفك مضيق هكذا لين، لانه هو قلبه هكذاك داير. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال واعلموا ان افضلكم، او نسيت اللفظ انا بالضبط، قال الينكم منكبا. عبك هذه مش معناتها حتى في الصلاه، حتى حركه تاعي في الصلاه انا هذا اللي نخمم فيه، لانه كان احسن الناس اخلاقا شكون هما؟ اللي يفكروا في الناس، يضحي بنفسه على جال الناس، يقول لك اسنا بالك هذاك راه اكثر مني، بالك هذا كذا. هذو الناس اللي خلصهم ربي مليح. ولهذا نعرفوا احنا قيمه الاخلاق. تعرفوا يا اخواني الكرام كلمه ونجملوها كما يقولوا، كلمه ونجملوها. تعرفوا احنا واش درنا؟ احنا اللي مدينين، اللي ماشي مدينين هذو كامل ما عندهمش السوق هنا كاع، رانا نتكلموا احنا عليه مدينين. احنا اللي مدينين عندنا حاجه مليحه بزاف مليحه. احنا نقول لك مدينين شعار، ربي يغفر لنا ويجعلنا خير مما يظن الناس، راه شعار برك. الان احنا رانا ننتسبوا للدين، يعني كما نقولوا للتدين. احنا اللي نحبوا الصلاه نحبوا، احنا بحثنا على فضائل الاعمال وشفنا فضل صيام عاشوراء وفضل عرفه وفضل الصلاه في المسجد وفضل الحج وفضل العمره وفضل العمره في رمضان، وهذو ما كاع بحثنا عليهم. هذا سوق مليح. كاين سوق خير منه خليناه، سوق الاخلاق. عبك الاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام دائما يقول لك ندير هذه خير من ندير هذه، ندير هذه خير من ندير هذه. تقعد مع الضيف خير من تصلي النافله، وتعلم الناس خير من تصلي الراتبه، وتمشي في حاجه اخيك خير من تعتكف في المسجد. يعني واش معناتها كاين السوق خير من السوق تاع العباده، بصح في زوج ملاح مانيش نزهد في العباده. كاين سوق مليح خليناه، وهو سوق تاع الاخلاق والمعاملات الطيبه. ولذلك اليوم احنا تجد فينا الانانيه، نعيش حياتنا، نقول لك انا صلاتي داري، انا الخدمه تاعي شاد باب داري والحمد لله. هو اكرمك الله القومه ما ينزل عليه، ومازال لحقت له عند باب الدار، خلاص ام يبيعوا له عند باب داره، ومازال يقول لك انا صلاتي. لازم تكون انسان فعال في المجتمع، لازم اخلاقك تخرج من الدار وتخرج من المسجد وتكون في الشارع، ونشوفوا باللي فلان وليد الحومه عنده بصمه اخلاق في الحي تاعنا. تما نبداو نتسقموا ان شاء الله، ونسال الله يهدينا ويصلح حالنا. واحسن شيء يا اخواني الكرام، وافضل طريق يحسن الله به اخلاقنا هو الدعاء. لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقف بين يدي ربه في الليل ويناجي ربه، ويقول في دعاء الاستفتاح عندما يقول الله اكبر يجيب دعاء الاستفتاح ويقول اهدني الى احسن الاخلاق فانه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عني سيئها فانه لا يصرف سيئها الا انت. هكذا نحن ندعو الله عز وجل دائما. ادعو الله تبارك وتعالى ان يحسن اخلاقك، واكتفي بهذا الدعاء فانه دعاء جميل، تلقى روحك تبدلت بطريقه عجيبه. ونسال الله ان يهديني واياكم الى احسن الاخلاق وان يصرف عنا سيئها، والله اعلم. وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة بإذن الله، وإن شاء الله تكون أن يلقاها في ميزان حسناته يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، خلاص هذا الكلام في أمرين اثنين: أنه أجمل شيء يتحلى به الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو الخلق الحسن، وهو أثقل شيء يوضع في ميزانك يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. ولازم تعرف بأن هذه الأخلاق الحسنة المجال تاعها واسع، المجال تاعها واسع متعدد. معناها وين تروح لازم تلقى الأثر والبصمة في حياتك بهذاك الخلق هذاك. زيد لازم تعرف كاين واحد بالخلق كل الناس وكل النفوس تستحسنوا هذاك الخلق ونتكلموا فيه في المجالس تاعنا، بصح هذاك الخلق يحسن الأخلاق تاعنا ويحسن السلوك تاعنا، لكنه راهو مفقود حتى ماشي في المجتمع وفي الحياة، راهو مفقود حتى في النفس تاعك أمام زوجتك وأولادك. وشنو هذا الخلق؟ هو خلق الرفق واللين. هذا الخلق والرفق واللين هو موضوع محاضرة الغد بإذن الله تبارك وتعالى،
راح يكون تحت موضوع الرفق واللين وأثره في حياة الإنسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.